يسعد أوقاتكم مشاهدينا. في الشرق الأوسط لا يبقى شيئا ثابتا، التحالفات تتبدل، الخرائط تناقش في الغرف المغلقة، والتوتر يتصاعد يوما بعد يوم بين إيران وإسرائيل وسط صراع إقليمي مفتوح على كل الاحتمالات. لكن وسط هذه العاصفة السياسية والعسكرية يعود سؤال قديم ليفرض نفسه من جديد: أين يقف الكرد في هذه المعادلة المعقدة؟ هل يمكن أن تتحول المناطق الكردية داخل إيران إلى ورقة ضغط في صراع القوى الكبرى؟ وهل ما يجري في المنطقة قد يفتح الباب أمام تحولات كبرى في القضية الكردية؟ أم أن الكرد سيجدون أنفسهم مرة أخرى في قلب صراعات لا يملكون قرارها؟ وماذا عن تجربة روجافا في شمال سوريا؟ هل هي مشروع سياسي يمكن أن يفرض نفسه في مستقبل سوريا؟ أم إنها مجرد نتيجة مؤقتة لتوازنات الحرب؟ ثم سؤال الأكثر حساسية: هل تمتلك القوى الكردية اليوم مشروعا سياسيا موحدا يمكن أن يستثمر التحولات الكبرى في المنطقة؟ أم أن الانقسامات الكردية ما زالت العائق الأكبر أمام أي تحول تاريخي؟ في حلقة الليلة نحاول الاقتراب من هذه الأسئلة الصعبة. هل نحن أمام لحظة تاريخية قد تعيد رسم موقع الكرد في الشرق الأوسط؟ أم أمام مرحلة أخطر قد تهدد ما تحقق من مكاسب خلال السنوات الماضية؟ أسئلة كثيرة وإجابات ربما أكثر تعقيدا نناقشها الليلة مع ضيفنا الأستاذ ريبر هبون. يسعد مساك أستاذ ريبر. يسعد مساكي. أشكرك وأشكر ديدار تي في على إتاحة الفرصة لنا لنجيب على بعض أسئلة جمهورنا. أستاذ ريبر، التصعيد بين إيران وإسرائيل لم يعد خفيا كما نعلم. هل نحن فعلا أمام حرب إقليمية كبيرة يجري تأجيلها فقط؟ أم أن كل الأطراف تتقن إدارة حرب ظل طويلة دون أن تجرؤ على المواجهة المباشرة؟ يعني كما نشهد الآن أن الاحتمال الأكبر هو أن هذا الصراع سيطول وسيستمر على نحو غير مباشر. إيران وإسرائيل تتجنبان الحرب الشاملة لسبب بسيط، أن تكلفتها هائلة على الطرفين وعلى المنطقة. إيران بمساحتها الجغرافية الكبيرة بإمكانها أن تعد فاتورة باهظة لإسرائيل، فتكلفة كل صاروخ يسقط وكل عملية باهظة بلا شك. ما نراه منذ سنوات هو ما يسميه علماء السياسة الحرب بين الحروب. هي عبارة عن ضربات إسرائيلية بالدرجة الأولى ضد مواقع مرتبطة بإيران، سواء في لبنان أم في اليمن أم في العراق كما نشهد. أيضا نجد أن ثمة هجمات سيبرانية متبادلة بين الطرفين، حيث إيران تلجأ إلى حلفائها الإقليميين كحزب الله وميليشيات الحشد الشعبي المرتبطة بها لزعزعة الوضع أكثر في الدول الإقليمية التي بدون الولايات المتحدة الأمريكية هي دول ساقطة بحكم ميزان القوى وساقطة عسكريا. مصالح حلفاء أمريكا، الأمر الذي يجعل هذه الدول الإقليمية تتخبط ولا تعلم ماذا تفعل أو بماذا تبدأ. هل تلجأ إلى الضغط، إلى استخدام الحلول الدبلوماسية لوقف هذه الحرب، لأن هذه الحرب تضعف هذه الدول وتضع بناها التحتية على المحك. فالحرب الكبرى هنا ممكنة دائما، ربما تحدث تلك الحرب وتفقد الأطراف القدرة على السيطرة، لكن حتى الآن كل الأطراف تحاول ضرب بعضها بعضا دون الوصول إلى نقطة الانفجار الكامل. هنا
يمكننا أن نسأل: ما وضع الكرد في إيران؟ هل ستتحول المناطق الكردية إلى ساحة ضغط على طهران؟ نظريا ربما، لكن عمليا الأمر معقد للغاية. فالمناطق الكردية في إيران مثالا منطقة كردستان، كرمانشاه، أجزاء من أذربيجان الغربية فيها أحزاب مسلحة لديها تناقضات فيما بينها وولاءات، وأيضا هي متعددة الولاءات. هذه القوى للأسف قدراتها العسكرية متواضعة محدودة داخل إيران، ولا أخفيك أن نشاطها المسلح تراجع في السنوات الأخيرة. فالحرس الثوري يقبض بمفاصله على إيران. نعم. القوى الخارجية قد تحاول استخدام الضغط القومي أو الاحتجاجات، والاحتجاجات أراها ناجعة أكثر من محاولة لدعم الفصائل العسكرية المعارضة لإيران، لأن الاحتجاجات مربكة للنظام الإيراني أكثر من محاولة دعم الأطراف العسكرية، لأن تلك الأطراف العسكرية لا تستطيع أن تكون كفءا أو ندا لإيران وقوتها، لأن تحويل المنطقة إلى جبهة عسكرية كبيرة لن يكون سهلا. إذن هنا سؤال يطرق الأذهان: هل الكرد بالفعل هم لاعبون بالفعل في هذا الوقت أم مجرد ورقة؟ بالنسبة لي إذا أردت إجابتك سأقول الأمران معا، هم لاعبون وهم ورقة أيضا. الكرد كقوة اجتماعية وسياسية حقيقية في الدول المحتلة لكردستان منذ سايكس بيكو قوة حقيقية، قوة وازنة، لكن تاريخهم مليء بالنكسات. النكسة القريبة ما تزال ماثلة في الأعين. في روج آفا ماذا حدث؟ انقلبت الأمور رأسا على عقب خلال أيام. هذا يعني أن أمريكا لا تزال تستخدمهم كورقة ضغط، وهناك أمثلة تاريخية واضحة منذ اتفاقية الجزائر 1975 والدعم الأمريكي للكرد أيام السبعينيات ثم التخلي عنهم كما قلت لك، الدعم الأمريكي لقوات سوريا الديمقراطية ثم تقليص الحماية عنها شيئا فشيئا. إذن هناك درس قاسي أحيانا أقول أننا لا نتعلمه فيما يخص السياسة الدولية. لا يوجد حليف دائم، لكن بالنسبة للعدو الإيراني كيف ينظر إلينا نحن ككرد كقوة معارضة داخل إيران؟ تنظر إلينا بثلاثة عدسات. تنظر إلينا أننا تهديد أمني، لكن تهديد محدود، تهديد لا يشكل هذا الخطر المبالغ فيه. أيضا أننا قضية قومية يمكن أن تنتشر، وأداة كالعادة كل الدول المحتلة لكردستان كتركيا وإيران والحكومة العراقية وحكومة القاعدة التي تترأس دمشق كلها تنظر إلينا ككرد على أننا أداة يمكن أن نستغل في أي لحظة. لذلك بوجه هذا الخضم إيران لديها سياسة مزدوجة في التعامل معنا، تتعامل معنا بيد من حديد من جاحية، وأحيانا تقوم ببعض الإصلاحات، ببعض الاستيعاب الاقتصادي والاجتماعي. قبل أن ندخل بهذه الازدواجية، هناك من يطرح سيناريو واضح: إذا اشتدت المواجهة بين إيران وإسرائيل وكذلك الولايات المتحدة، فقد تتحول المناطق الكردية داخل إيران إلى ساحة ضغط. هل تعتقد أن الورقة الكردية قد تستخدم فعلا لإضعاف طهران أو إيران، أم أن هذا طرح مبالغ فيه نوعا ما؟ نعم، بالنسبة لنا نحن ككرد نخلط الأمنيات بالحقائق. نحن لدينا أمنيات، وأمنياتنا أحيانا تطغى على موضوعيتنا ككرد.
القلق الحقيقي لدى طهران ليس في التمرد المسلح. هي تتمنى تمردا مسلحا تنهيه لتظهر بمظهر المنتصر أمام جماهيرها التي تؤيد ثورة الخميني وتؤيد هذا النظام. نعم. لكن خيار الاحتجاجات الواسعة الذي بدأ عام 2022 وهو مستمر لغاية اللحظة، والذي تأجج وأشعلته ثورة المرأة التي بدأت بعد استشهاد جينا أميني، أظن أنها ناجعة أكثر. وفي حال استمرت الاحتجاجات بالتزامن مع الضربات الأمريكية الإسرائيلية، هذا يمكن أن يؤدي إلى توسع الصراع الإيراني الإسرائيلي، فمن الممكن أن تتأثر روج آفا كردستان بها أيضا بشكل غير مباشر. لماذا؟ لأن تلك المنطقة أو سوريا بشكل عام وروج آفا بشكل خاص لا تزال ميدان قوة للولايات المتحدة الأمريكية، لروسيا، لتركيا، ولبعض الفصائل المحسوبة على إيران، والتي الآن هي في لحظة غموض. نعم، أي تصعيد إقليمي يمكن أن يغير توازن القوى العسكرية في سوريا، لكن أعتقد أنه من غير المرجح أن تتحول روج آفا إلى جبهة مباشرة بين إيران وإسرائيل. هذا اتفاق 29 يناير لم يكن هكذا، لم يكن هذا مجرد اتفاق، وإنما هو تأجيل صراع من أجل الاستعداد لصراع آخر. هذا معنى، هكذا أنا أقرأ اتفاق 29 يناير. ولكن أريد منك جواب صريح أكثر. هل الورقة الكردية فعلا تستطيع إضعاف إيران؟ يعني الرهان وحده ليس على الورقة الكردية. يعني هناك أقاليم من حيث التعداد أكثر من روجلات كردستان، من شرق كردستان. أنا دائما أرجح أن الاحتجاجات الشعبية تؤتي أكلها أكثر من تحول إيران إلى ساحة عسكرية، لأنه في ميزان القوى لا يوجد أبدا هذا التكافؤ، وإيران بكل الأحوال لا تزال قوية وتستطيع أن تقوم بتصفية أي تمرد عسكري. طبعا كما نرى بالنسبة لنا المشروع السياسي الكردي موجود، لكن للآن أمريكا لم تعطي ضمانات سياسية لشرق كردستان أو قوى المعارضة الإيرانية. دعني أكون صريحة معك أكثر. هل التاريخ مليء بمحطات استخدم فيها الكرد كورقة في صراعات الدول الكبرى؟ اليوم هل تغير شيء؟ هل أصبح الكرد لاعبا حقيقيا في هذه المعادلة، في معادلاتهم، أم أنهم ما زالوا مجرد ورقة يتم تحريكها عندما تحتاجها الدول الكبرى؟ بالضبط، هي ورقة وهي مشروع أيضا في هذا الوقت. نعم، وبالإمكان استثمار هذه الورقة، لكن هناك عوامل أخرى. فالكرد في شرق كردستان واعون لطبيعة التناحرات الدولية والتناقضات الجيوستراتيجية التي تتبدل وتتغير كتبدل أسعار البورصات. لهذا في فترات الاضطراب في الدول المركزية تظهر فرص للأقليات القومية، سواء مع الكرد ومع العرب، عرب الأحواز، أو مع الأزريين أو البلوش. لذلك أي تحرك كبير من قبل هؤلاء من تلك من الشعوب الإيرانية سيؤدي إلى قمع شديد وإلى عسكرة المنطقة، والتي ستؤدي بالنتيجة إلى تدخلات خارجية تزيد الوضع تعقيدا. ولكن ثمة سؤال يطرق البال: إذا حدث تغيير كبير في إيران ماذا سيحدث القضية الكردية؟ هذا يعتمد على طبيعة التغيير. بالنسبة أطرح الآن أمام جمهورك 3 سيناريوهات
الآن تؤرق أذهان العديد من الباحثين. نعم. قد يضطر النظام الإيراني إلى إحداث بعض الإصلاحات، لكنه لن يغير كثيرا في القضية القومية. مثلا هذا ما يفعله الأتراك الآن بما معنى عملية السلام، احتواء الكرد والالتفاف حول حقوقهم، وهذا ما ستلجأ إليه إيران أيضا كسيناريو أول. وكذلك لجأت إليها سوريا أيضا. نعم، السيناريو الثاني هو الانتقال الديمقراطي، وهو غير مرجح لكن وارد، قد يفتح نقاشا حول مواضيع اللامركزية أو الفيدرالية. والسيناريو الثالث ليس وقته ولا نعلم إن سيتحقق، هو تفكك الدولة. هذا السيناريو طبعا لا أرجحه في الوقت الراهن، هو سيناريو نادر وخطير وسيؤدي إلى صراعات واسعة، لكن حتى الآن لا توجد مؤشرات قوية على تفكك الدولة الإيرانية. هل يجب أن نتساءل، هل نملك نحن الكرد مشروع سياسي موحد؟ أنت رأيت تجربة روجافاي كردستان. نعم. توسل الفرنسيون والأمريكيون الأحزاب القوى الكردية أن تتوحد، ولم يكن الأمر سهلا، لأن الأطراف الإقليمية، لأن القوى الكردية هي مجرد توابع للدول الإقليمية التي تحتلهم وتذلهم. هذه حقيقة نتغاضى عنها. وفي كتابي نقد السياسة الكردية غربي كردستان أولا تطرقت إلى العديد إلى المسائل، نقد الإيديولوجية المهيمنة والدعوة إلى مناهضة الوصاية الحزبية بجميع أشكالها، كمقدمة لبروز مشروع خاص بغرب كردستان. الانقسام الكردي حقيقة لا يمكن إنكارها. هناك اختلافات كبيرة بين الأحزاب في جنوب كردستان، في شمال كردستان، والقوى في سوريا، وكذلك الأحزاب في إيران. هذه الانقسامات إيديولوجية الطابع، لكنها مرتبطة بالدرجة الأولى بجملة من المصالح المحلية. هذه طبعا أحد الأسباب التي جعلتنا نحن ككرد نضيع العديد من الفرص التاريخية خلال القرن الماضي، ولا أمل تكرار هذا السيناريو في هذا الوقت. الواقع يميل إلى أننا أمام بوادر مرحلة خطرة. هناك عوامل إيجابية، لا أريد أن أضع الجمهور أمام صورة سلبية. هناك إدارة كردية شبه مستقلة معترف بها في العراق، وهناك تجربة حكم محلي ولو لم تكن معلنة في سوريا. والحضور السياسي الكردي كما أرجح أنه سيكبر في المنطقة في الأيام القادمة. إيران هي في مرحلة احتضار الاتحاد السوفيتي قبل سقوطه. المؤشر الكبير على دخول إيران إلى حقبة أشبه بالحقبة الأخيرة للاتحاد السوفيتي هو اغتيال الخميني. الخميني كان يمسك العديد من الخيوط في المنطقة. ضياعه سيخلق فجوة، وغروبه يعني سيخلق فجوة كبيرة يصعب ملؤها. لا يوجد من يملأ مكان الخامنئي في هذه اللحظة، حتى ولو أتى ابنه فابنه ليس كأبيه. بمعنى آخر فإن الأمور فإنه سيكون نتيجة هذا الحدث الكبير الذي لا يمكن تجاهله، حدث اغتيال المرشد الأعلى لإيران. لكن في المقابل هناك صراعات إقليمية متزايدة. هذه الضربات المستمرة على دول الخليج والاحتجاجات التي بدأت تظهر في العراق سيشير على أن هناك صراعات عسكرية ومواجهات عسكرية ستكون ساحتها كل من العراق، الحدود العراقية السورية، وكذلك الجيب المتصل بالحدود السورية اللبنانية. في هذين الجيبين سوف تلجأ إسرائيل لأسلوب آخر، ليس هو القصف كما
نشهد، وإنما ربما دعم حكومة دمشق وللوقوف بوجه أو للتنسيق غير المباشر مع إسرائيل في ملاحقة ما تبقى من عناصر حزب الله. وأيضا سيكون هناك احتكاك عسكري بين القوى المحلية المرابطة على الحدود العراقية السورية. طبعا نشهد هنا أن السياسة الدولية تشبه نهرا قوي التيار، من يعرف اتجاه التيار يستطيع أن يبحر. أبو محمد الجولاني يود أن يتقمص شخصية أردوغان من الناحية البراغماتية، يريد أن يبرهن أنه رجل المرحلة وأنه قادر على أن يمسك بكل الخيوط وأن يدير اللعبة كما يشتهي هو من أجل أن يبقى في السلطة. حتى الإسلاميون يعلمون أن دورهم وظيفي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وسيحاول الأخير بمعنى أحمد الشرع والعناصر المرتبطة به أن يبلوا بلاء حسنا ليحصد رضا الأمريكيين والأوروبيين في إدارة المشهد المتلاطم حاليا. نعم. القضية ليست مجرد قضية قومية، بل هي اختبار لفكرة الدولة في الشرق الأوسط. ذكرت أنت الصراعات التي تحصل بين الصراعات الكردية. سنتطرق لهذا الموضوع من خلال أسئلتنا في هذه الحلقة، ولكن أريد أن أتعمق في موضوع الإيراني الكردي. كيف تنظر السلطة في إيران إلى القوى الكردية المعارضة؟ هل تخشى طهران فعلا من احتمال انفجار جبهة كردية داخلية إذا تصاعدت المواجهة الإقليمية؟ أم أن الدولة الإيرانية واثقة من قدرتها على احتواء أي تحرك من هذا النوع؟ سأكمل الصورة، لكن محاولة أن أكون موضوعيا بصرامة. أتمنى ذلك. السياسة الإقليمية ليست فيلما فيه أبطال وأشرار واضحون، هي نظام معقد تتحرك فيه الدول مثل كتل جليد في بحر بطيء الحركة. أحيانا يبدو كل شيء ثابت ثم يتغير الاتجاه. مثلا الصراع الذي سنشهده الآن بين إيران وإسرائيل هي حرب استخباراتية ضروس، وحرب سيبرانية، وحرب نفوذ إقليمي، وحرب ردع. منذ أكثر من 10 سنوات تعتمد إسرائيل استراتيجية ضرب البنية العسكرية الإيرانية خارج إيران، خصوصا في سوريا. رأينا بين فينة وأخرى كانوا يضربون عناصر حزب الله في أيام ما كان النظام السوري يعني في قوته بتحالفه الوطيد مع روسيا. روسيا لم تكن تتدخل وكانت تتيح على الطريقة الأمريكية عندما كان الأمريكيون يغضون الطرف على التوغل التركي أو ضربات تركيا، كانوا يفعلون نفس الشيء بالتنسيق مع روسيا وبموافقتها. نعم، إسرائيل تستهدف البنية العسكرية الإيرانية بهدف منع ما تسميه التموضع الإيراني. في المقابل تبني إيران ما يسميه بعض الباحثين محور الردع الإقليمي. هذا المحور انكسر مثلا مع إنهاء حماس تقريبا، إنهاء حزب الله، لكن لها تحتفظ الآن بجيوب قوية للفصائل المسلحة في العراق، وهذه الفصائل بإمكان الوصول إليها، بإمكان تقديم الدعم اللوجستي لها. وطبيعة التضاريس وطبيعة المنطقة لا تخدم إسرائيل كثيرا، هي أكثر قربا منها جغرافيا وقادرة على التحرك وتوجيه الفصائل كما تشاء هناك. نعم، الهدف الإيراني الحالي هو جعل هذه الحرب مكلفة اقتصاديا على إسرائيل. تحاول أن تلهي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وأن تفتح جبهات متعددة، تارة تقصد البحرين، تارة الكويت، تارة قطر، تارة السعودية، وستفعل هذا الشيء وتستمر به. لا تريد أن تمنح أمريكا نصرا مجانيا هذه المرة، تريد أن تسوق نفسها كقوة وحيدة تحارب المشروع الإسرائيلي والأمريكي. هي لا تزال مصممة، وباعتقادي أنها لا تزال قوية ولديها أوراق تلعبها.
موقع الكرد داخل إيران مثلا، الكرد داخل إيران يقدر عددهم يعني كما يقال، حتى الآن لا توجد إحصاءات دقيقة، يعني كل جهة تقدم إحصاء كما يروق لها، يقدر عددهم بين 8 و10 ملايين تقريبا. لكن يجب فهم نقطة مهمة، المجتمع الكردي في إيران ليس كتلة سياسية واحدة كما قلنا وأسلفنا. أنا عادة أتميز بحديثي أنني أكرر الفكرة، لكن بنحو يرسخ في ذهن المتلقي. القوى العسكرية حاليا في شرق كردستان هي قوى بعضها قومي تقليدي، يعني يتخذ من الحزب الديمقراطي الكردستاني في كردستان العراق قدوة له، وبعض تيارات مثل الكوملا، تنظيم الكوملا، وحزب الحياة الحرة الموالي لحزب العمال الكردستاني، وبمعنى الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني في إيران. وهناك طبقة شبابية جديدة ظهرت جلية من خلال الاحتجاجات الأخيرة. إذن الاختلاف بين تلك القوى هو ليس اختلافا سياسيا فحسب، بل هو اختلاف إيديولوجي. لكن بشكل عام الشباب الكردي في كل كافة كردستان بدأوا شيئا فشيئا يتخلصون من الرق الحزبي أو الوصاية الحزبية. الطبقة الشبابية الجديدة حاليا هي طبقة ثائرة لا تقبل ممارسة طقوس التعبد للأحزاب، وهي جيل بطبيعته أقل ارتباطا بالأحزاب من الجيل السابق. لماذا تخشى الدول المركزية من المسألة الكردية؟ إنها تخشى من المسألة الكردية لأن ثمة رغبة دولية في تغيير خارطة الشرق الأوسط. ففي علم السياسة هناك ما يسمى بتأثير العدوى القومية. الكرد يعيشون في 4 دول، وبإمكانهم إذا أرادت القوى الدولية من خلال الكرد يتم تفكيك هذه الدول. طبعا تأسيس إقليم كردستان العراق عام 2003 أعطى نموذجا سياسيا للكرد في المنطقة، وأعطى درسا لتلك الدول المركزية التي كانت تتعامل مع الكرد فقط من منظور أمني. عندما تقول أعطى درسا، ألم تكن تجربة إيجابية من نظرك؟ بالضبط، كرديا ككردي نعم، هي تجربة إيجابية بالنسبة لنا وملهمة للأجزاء الأخرى. لكن أنا أتحدث من منظور تلك الدول ونظرتها، تنظر لتهديد الكردي ما بعد 2003 على أنه تهديد جدي، والجميع كان يلتقط أنفاسه ويتنفس الصعداء استعدادا لجملة تدابير تحول دون حيازة الكرد على إقليم مشابه لإقليم كردستان العراق. مثلا تجربة شمال شرق سوريا ظهرت هي تجربة بطبيعة الحال هي تجربة مختلفة نسبيا عن تجربة كردستان العراق. هي تجربة يعني منسجمة مع الحالة الديموغرافية لكردستان سوريا. ونرى الآن كيف تقلصت تلك المنجزات المكتسبات، كيف يشعر الكرد بالخيبة لأنهم لم يكونوا يتوقعون أن يحدث ما حدث. حتى القوى التي كانت تشد ظهرها بالكرد من العلويين الدروز أيضا أصيبت بالخيبة. الخيبة لم تعدت الكرد، وإنما شملت الأقليات الأخرى التي كانت ترى من وجود الكرد بمثابة الحصن العلماني الوحيد بمواجهة الإسلام السياسي الذي اعتلى السلطة نتيجة التوافقات الإقليمية والدولية وبات سلطة شرعية. لو اندلعت مواجهة واسعة بين إيران وإسرائيل، هل تعتقد أن مناطق قروج آفا في شمال سوريا ستبقى خارج هذا الصراع؟ أم أنها قد تتحول إلى ساحة إضافية في هذه الحرب؟ اتفاق 29 يناير لم يكن اتفاق الصدفة أو لم يكن اتفاق إنما هو اتفاق تجميد جبهة كانت مشتعلة استعدادا لخوض معركة أهم من تلك المعركة الروتينية الدائمة ما بين الكرد
القوى وتركيا مثلا. اتفاق 29 يناير أراه من منظور عسكري هو اتفاق وقف إطلاق النار، هو اتفاق لا غالب ولا مغلوب، لكن إلى متى سيستمر وهل سيبنى عليه بالفعل، هذا ما ستوضحه لنا الأيام المقبلة القريبة. الحكومة الانتقالية بعد انتهاء ال5 سنوات ستكون أمام تحدي آخر، سيتم تجهيز بعض الشخصيات التي ستتنافس مع جماعة هيئة تحرير الشام المسيطرة على دمشق. القصة لم تنتهي بعد، وسنكون دائما أمام مفاجآت قادمة، لكن حاليا اتفاق 29 يناير هو لاسترضاء القوى المتصارعة على مبدأ أجلوا ما كنتم عليه، فنحن الآن منشغلون في معركة أخرى هي تصفية ما تبقى من الميليشيات المرتبطة بإيران، وكذلك إضعاف إيران الذي سيكون مصلحة كردستانية بحتة، وسينتقل نير الاحتجاجات والثورات إلى تركيا التي سعت من خلال ما يسمى باتفاق السلام أو باتفاق تركيا بلا إرهاب لاحتواء المسألة الكردية، قد تجد نفسها أمام مشهد آخر وسيناريو آخر. فالترقيع الذي حدث ما بينها وبين حزب العمال الكردستاني لن يستطيع على طريقة الشمس، لا يمكن أن تحجب من قبل الغربال، وكان هكذا كان الاتفاق، محاولة لحجب الشمس من خلال الغربال. العنصر الكردي سيتحول ما بعد في حال سقط النظام الإيراني أو تفككت إيران، سيتحول من ورقة إلى مشروع، وهذا المشروع هو الذي سيشكل المفتاح الرئيسي للشرق الأوسط الجديد. ولكن هناك من سبقت توقعاتهم هذا الموضوع. هناك من يقول أن روجافا ليست مجرد مشروع سياسي بقدر ما هي نتيجة توازنات القوى الدولية داخل سوريا. هل توافق أستاذ ريبر على هذا التوصيف، أم أن روجافا فعلا تمتلك مشروعا سياسيا يمكن أن تفرض نفسها في مستقبل سوريا فيما بعد؟ نعم، إذا أرادت القوى الدولية تحريك القوى المحلية وإنعاشها، فالمشروع سيتجلى بعد محاولة غموضه أو طيه أو جموده. نحن نرى أن ثمة تهديد تركي دائما مستمر، وعصا تركيا دائما تهددنا. كذلك الاعتماد الجزئي على الوجود الأمريكي وتعقيدات العلاقة مع دمشق لا تزال إلى الآن تتعامل مع الكرد من منطلق ترويض الجاموس أو الثور الهائج، ترويضه واحتوائه، وإن رأت الفرصة ستنقض على ما تبقى من المشروع. الآن هي تحاول تفكيك بنية مؤسسات الإدارة الذاتية، تفكيك قوات سوريا الديمقراطية، موضوع الألوية وما شابه، مقابل رفع الحصار على كوباني، بالمقابل إعادة النازحين إلى مناطقهم، وأمر إيجابي بطبيعة الحال عودة النازحين. لكن هل هذا ما ثرنا من أجله؟ هل هذا ما أردناه بالفعل؟ هنا السؤال. أنا أريد الانتقال للمشهد الإيراني. ماذا يحدث إذا تغيرت إيران داخليا؟ إيران كما قلت ليست دولة هشة مثل بعض دول المنطقة، لا تزال مؤسساتها العسكرية والأمنية قوية، لكن في حال حدث تغيير كبير فهناك احتمالات، إما أن يكون هناك إصلاح تدريجي على طريقة تركيا يعطي الإقليات مزيدا من الحقوق الثقافية، أو نظام فيدرالي في حال تفككت هذه البنى، وأنا لا أرجحه في هذا الوقت، لأنني أتوقع أن إسرائيل ستتوقف عند نقطة ما، أو أمريكا ستتوقف هنا.
هذا النظام الكرتوني، النظام الإيراني، في الإعلام يعتبر نفسه قويا وعنيدا، لكنه الآن يستميت في التفاوض، في التوسل، في تسول الاستعطاف من قبل الولايات المتحدة على وقف هذه الحرب. نعم، هو نظام بطبيعته إعلاميا نظام يبان أنه عنيد ومقاوم وممانع، لكنه على أرض الواقع أو تحت الطاولة شيء آخر. هو الآن في طور التفاوض وقد يصل إلى حل أو إلى تسوية معينة. نعم، لهذا الورقة الكردية في إيران هي ورقة ضعيفة، والمشكلة الكردية الكبرى بطبيعة الحال ليست خارجية بل داخلية. الكرد عبر التاريخ واجهوا نوعين من التحديات. التحدي الأول ضغط الدول التي يعيشون داخلها. التحدي الثاني الانقسامات السياسية الكردية. في سوريا لا تزال هناك تيارات سياسية مختلفة رغم أنها قامت بما يعرف باتفاقية بكونفرنس 26 نيسان. الآن نرى أن بعض الجمهور لا يزال منشغل بتلك المشاحنات، بالحديث فلان حدث والإدارة الذاتية حدثت فهو مشروع قوة الشعوب وما إلى ذلك. هذا وإن يدل على أن الاتفاق لم يكن اتفاق ود، وإنما اتفاق سياسي بحت. هذه الوحدة الكردية هي ليست وحدة في الحقيقة، وحدة كما يأمل الشعب، وإنما هو تأجيل الخلافات إلى إشعار آخر. نعم، أين يمكن أن تتجه المنطقة خلال العقد القادم؟ هناك 3 اتجاهات كبرى أيضا. ربما النظام الإقليمي سيستمر بهذا الشكل، وهذا أرجحه. يعني إيران ستضعف عبر مراحل وليس بشكل مكثف. ليست من هل تتحدث عن الوضع الإيراني الكردي أم عن جميع أجزاء الكرد الموجودين في الدول؟ بالنسبة للمنطقة بكردها ومكوناتها الأخرى، أنا أرى أن الدول الحيوية القوية في المنطقة تتجه إلى تفكيك هذه الدول عبر مراحل وليس تفكيكها هكذا دفعة واحدة. سنشهد استمرار الأنظمة الإقليمية على وجهها أو على شكلها الحالي، لكن مرهقة متعبة. وبلا شك هذه الدول المركزية آيلة إلى الزوال آجلا أم عاجلا، لن تبقى على ما هي عليه. فالصراعات بين القوى الإقليمية ستبقى، والقضية الكردية ستظل مرتبطة بهذه التحولات. الكرد اليوم ليسوا مجرد ورقة، لكنهم أيضا قوة قادرة وحدها على إعادة رسم خريطة المنطقة. وضعهم يشبه إلى حد ما شعبا يقف عند تقاطع طرق تاريخي، كما نرى لدينا كردستان العراق، ولدينا إقليم محلي كردي شبه تجربة محلية نأمل لها الأفضل. ولدينا ككرد في تركيا في شمال كردستان حضور سياسي قوي. جميل. لا، حضور سياسي قوي وقد يزداد قوة مع في المرحلة القادمة على المدى المنظور. وهناك أيضا حركة معارضة في إيران. لكن تحويل كل هذه العناصر إلى مشروع استراتيجي موحد يحتاج توافق سياسي طويل الأمد، وهذا غير موجود. التوافق السياسي طويل الأمد غير موجود. كل شيء مؤقت وقيد الصعود أو النزول. أستاذ ريبر، تطرقت منذ قليل إلى موضوع الصراع أو التحالف الحالي بين الكرد والكرد، بين الأحزاب الكردية المختلفة. أريد أن أعرف منك في هذه اللحظة الحالية تمثل فرصة تاريخية للكرد في إيران لطرح حقوقهم القومية
يعني اليوم بدي أعرف منك محاولة تحرك الآن قد تجعلهم أول من يدفع ثمن الصراع الإقليمي. لماذا يبقى هذا الخلاف بينهم وهم الآن في أمس الحاجة إلى بعضهم البعض؟ في قانون الرأسمالي رأس المال الكبير يبلع رأس المال الصغير. حينما تكون قوة صغيرة محدودة تعتمد على ما ينزله غيث المصالح الدولية، بطبيعة الحال خيراتك وثرواتك ليست بيدك، فأنت مجرد لعبة أو مجرد كرة تتقاذفها أرجل اللاعبين. عند النظر إلى المسألة الكردية داخل الصراعات الإقليمية يجب أن نضعها في إطار أوسع قليلا. الشرق الأوسط يعمل كمنظومة ضغط هائلة. أي تغير مثلا في دولة كبيرة مثل إيران يرسل موجات ارتدادية عبر المنطقة كلها. الكرد موجودون داخل هذا النظام مثل عقدة جغرافية وسياسية تربط 4 دول رئيسية، لذلك يتكرر حضورهم في كل مرحلة اضطراب. لنبدأ بطبقة أعمق قليلا، الجغرافيا السياسية للكرد. المنطقة التي يعيش فيها الكرد تمتد عبر ما يسميه الباحثون أحيانا القوس الجبلي الكردي. هذا القوس يمتد من شمال كردستان القسم الشرقي منها مرورا بجنوب كردستان وروجهلات كردستان وصولا إلى روجافاي كردستان. هذه الجغرافيا أعطت الكرد تاريخيا قدرة على المقاومة، لكنها في الوقت نفسه جعلت مناطقهم مقسمة طبيعيا بين دول متعددة. مثلا أنا أحب أتطرق إلى التاريخ. نعم تفضل. لا أريد أن أقدم هكذا دعاية أو بروباغندا، أنا أريد أن أقدم معلومات. بعد الحرب العالمية الأولى وسقوط الإمبراطورية العثمانية ظهرت فكرة إنشاء دولة كردية في معاهدة سيفر عام 1920. لكن المعادلة تغيرت سياسيا بعد صعود الحركة القومية التركية بقيادة مصطفى كمال أتاتورك. ثم جاءت معاهدة أخرى أعادت رسم الحدود وهي اتفاقية لوزان عام 1923. من حينها أصبح الكرد أكبر شعب في العالم بلا دولة قومية. الآن نصل إلى نقطة مهمة لفهم السياسة الحالية. الدول التي تضم الكرد لا ترى القضية الكردية بالطريقة نفسها. مثلا في تركيا القضية مرتبطة بصراع طويل مع تنظيم حزب العمال الكردستاني الذي على ما يتهمه بعض معارضوه ومناهضوه ما تهم وما أنزل منها من سلطان، يعني راديكالي إلى آخره. لكن هذا الحزب ما قبل، لنتأمل هذا الحزب ما قبل ظهوره لم يكن يجرؤ الكردي على أن يلبس زي كردي أو يتحدث الكردية. هذا الحزب في تلك المرحلة شكل مفارقة، شكل فارقا تاريخيا، يعني هو ثورة ضمن نطاق عصره. وكل العقائد وكل الحركات الثورية هي حاجة من منظور زمانها أو عصرها، لكن مع مرور الوقت إن لم تتبدل وإن لم تتمايز ببراغماتيتها بمرونتها فإنها تندثر مع الوقت شيئا فشيئا. لن تعود مطلبا شعبيا وإنما ستكون عبئا على الشعب. لكن كما قلت هذا الصراع الذي استمر منذ عام 1984 أدى إلى عشرات الآلاف من الضحايا. الوضع الكردي مثلا في كردستان العراق كان الكرد في جنوب كردستان أكثر حظا من باقي الأجزاء. بعد حرب الخليج والغزو الأمريكي على عراق 2003 نشأ نظام فيدرالي. لولا هذا التدخل الأمريكي لبقي حتى الآن وقتنا الراهن كردستان العراق ساحة صراع دموي بين الاتحاد الوطني الكردستاني وحزب الديمقراطي الكردستاني. بمعنى نحن إنما يعيدنا إلى أحضان بعضنا ليست رغبتنا وإنما رغبة الدول الكبرى. للأسف هذه حقيقة، لأننا طالما نمتلك جماهير تتمثل بأخلاق القطيع فإننا لا يمكننا أن نستلهم من تجاربنا تجربة وعي قومي. نحن نعيش في مرحلة ما قبل القومية. الحديث عن القومية من منطلق المتاجرة، منطلق المتاجرة الحزبية. نحن بحاجة إلى فكر قومي، لكن فكر قومي على طريقة
الطريقة الأوروبية، فكر يتقبل، وليس الفكر القومي على طريقة الهتلرية أو الستالينية. هذا ما سؤالي لحضرتك، أليست هذه عقبة تاريخية يعني تمنع تحول التاريخ في القضية الكردية؟ أليست هي عقبة؟ لماذا يعني الكرد يجهلون هذه العقبة؟ نعم، بسبب أن قواهم السياسية التي أنشئت كانت بدعم من تناقضات الدول الإقليمية المحتلة لهم. مثلا فحافظ الأسد أراد مثلا أن يضغط على تركيا، وأراد أن يضغط على نظام صدام حسين، ففتح المجال أمام الأحزاب الكردية بزيارتها وذهاب وإيابها، ولم تكن هناك مشكلة. هذا وراء وجود وعي يتميز به كرد سوريا عن بقية الأجزاء، لأن الساحة السورية كانت بالمقارنة مع الأجزاء الأخرى لم يلقى الكرد ذات القمع الممنهج الذي لقيوه في كل من العراق وتركيا وإيران. وضع الكرد في سوريا مقارنة مع وضع بقية الأجزاء كان وضعا إيجابيا نسبيا. نعم هناك حزام عربي، وهناك كثير من آلاف الكرد محرومين من الجنسية، ولكن كان هناك مرونة. حافظ الأسد طبعا المرونة لم تكن من كرمال عيون الكرد السوداء، وإنما كان نتيجة قدرة حافظ الأسد حينذاك، وهو يعتبر أحد السياسيين اللامعين في الشرق الأوسط بشهادة الغربيين قبل الشرقيين. استطاع أن يضغط على تركيا من خلال حزب العمال الكردستاني. استطاع أيضا أن يتميز بعلاقات طيبة مع كل من الاتحاد الوطني الكردستاني وحزب الديمقراطي الكردستاني. نعم، لهذا السبب نجد أن هناك تمايز كردي في غرب كردستان عن بقية الأجزاء الكردية الأخرى. أستاذ ريمر، سؤالي الأخير لحضرتك قبل أن ينضم إلينا زميلي الأستاذ أمين ليطرح عليك الأسئلة باللغة الكردية. أريد أن أعرف منك أين دور روجافا فيما بعد ضمن هذه الأحداث التي جرت في سوريا وكذلك في إيران؟ أين ترى روجافا؟ أراها في القلب، لأننا الحديث عن وجود غرب كردستان أو شمال شرق سوريا حاليا يبدو صعبا، لكننا نأمل أن نأمل الأفضل، نأمل عودة الكرد إلى أماكنهم، نأمل إيقاف التغيير الديموغرافي، نعم، ونأمل تحصيل الحقوق السياسية ليس بالسلاح بالضرورة، وإنما بالسياسة، بالحنكة، ليس بالعسكرة، لأن لا يوجد تكافؤ بيننا وبينهم. بطبيعة الحال علينا أن نتعامل بحنكة وسياسية، حنكة سياسية مع المشهد المتلاطم. مثلا لا يأتي الآخرون خاصة الذين يعيشون في الأماكن الهانئة ليلوموا إدارة استطاعت أن تقدم على إمكانياتها، استطاعت أن تتماسك، استطاعت أن تبني جامعات، أن تبني مؤسسات. لما كل هذه السوداوية تجاه الإدارة الذاتية؟ إرضاء لمن؟ إرضاء لمنطق حزبي بليد، هذا المنطق الحزبي البليد الذي هو أسخف وأكثر تخلفا من المنطق العشائري حتى. لهذا علينا أن نتعامل مع الأمور البراغماتية. منطق الواقعية السياسية هو منطق شبه غائب لدينا ككرد بسبب التعصب الحزبياتي الأعمى. لهذا علينا أن نفكر أن الإدارة الذاتية وبقائها أو مؤسساتها وما فعلته على الرغم من أخطائها، على الرغم من راديكاليتها، إلى أنها استطاعت أن تقدم شيئا لم تقدمه الحركة السياسية الكردية طيلة تأسيسها منذ 57. لنتحدث بشكل براغماتي ومرن دون الدفاع الأعمى عن طرف ضد طرف آخر. أنا ضد هذه العقلية. أي طرف سياسي كردي اليوم إذ حقق لو شيئا بسيطا إيجابيا للكرد سأشير إليه بالبنان، وأي خطأ أو تجاوز سأشير إليه أيضا من منطلق ترميم وبناء البيت الكردي، وليس من منطلق المزاودات ومن منطلق تصفية الحسابات الشخصية. أنا أعلم أن
التناقضات الحزبوية الكردية هي تناقضات شخصية بالدرجة الأولى، هي تناقض بين أشخاص، هي تناقض مصالح منافع، ولا يوجد هذا التناقض الحقيقي. وإن أردنا أن نقول أن هناك تناقض حزبي كردي فهو تناقض في العقلية الكردية التي حتى هذه اللحظة لم تتشبع قوميا رغم ادعائها ومتاجرتها باللافتات والشعارات القومية. بالنهاية ما الأفضل؟ جميل جدا أستاذ بيرر. إلى أن ينضم إلينا زميلي الأستاذ أمين مصطفى ليطرح عليك الأسئلة باللغة الكردية، أريد أن تلخص لنا المشهد الإيراني الإسرائيلي الأمريكي وكذلك دور الكرد. تفضل، الوقت معك. نعم، داخل إيران توجد عدة محافظات ذات أغلبية كردية كما قلت. هذه الدولة الإيرانية تتعامل مع هذه المناطق تارة باللين وتارة بالشدة، مزيج من السياسة الأمنية والتنمية الاقتصادية. ما يقلق طهران أكثر من أي تمرد عسكري هو التمرد الشعبي. أريد أن ألخص كل ما قلته الآن. إسرائيل ترى أن أخطر تهديد لها ليس فقط البرنامج النووي الإيراني بل الشبكة العسكرية التي بنتها إيران حولها. هذه الشبكة تشمل الميليشيات التي لا تزال مصدر تهديد لها، تهديد لإسرائيل. رأينا الحوثي، ميليشيات الحوثي نعم تضررت لكنها باقية. حزب الله موجود، حماس موجودة رغم أنها تعرضت الكثير. الذين تعرضوا للضرر هم الشعب وليست حماس. حماس نعم تضررت، تم تصفية بعض رموزها لكنها موجودة، ونفوذها الاقتصادي لا يزال موجودا. إذا إسرائيل تتخوف يعني من البرنامج النووي الإيراني وأيضا من الشبكة العسكرية التي بنتها. أي حرب واسعة قد تحول لبنان وسوريا إلى جبهات أساسية. نعم، وآمل ألا تتأثر المناطق الكردية بهذا الصراع المباشر وغير المباشر. نعم، وربما عودة داعش أيضا. داعش أيضا ورقة تخدم إيران، والتلويح بها يخدم الكثير من الدول الإقليمية، تخدم تركيا، تخدم حكومة الشرع، تخدم إيران. نعم، وهذا يعيد ستجد روجافا حينها أنها في وضع استراتيجي معقد، تعتمد جزئيا على حماية أمريكية لكنها محاطة بقوة أكبر منها بكثير.